يا مساء الفل والياسمين على كل اخواتي وحبايب قلبي، او حسب ما بتشوفي الفيديو. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا رب العالمين. حابه في اول الفيديو كده اشكر كل الناس اللي سالت عليا، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا حبايبي يا رب. حابه كده في اول الفيديو اعرفكم بنفسي. الناس الجداد عندي شرفتوني ونورتوني، كلكم على راسي من فوق. ويا ريت لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. عائلتنا الصغيره تكبر بيكم وليكم باذن الله. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبك ما تنسيش لايك بقى وتعليق ايجابي كده يرفع من روحي المعنويه ويخليني استمر معاكم. هنبدا بقى يومنا طبعا كده. البدايه بعد تعبي طبعا. إيه طبعا انا كنت نزلت لكم الفيديو اليوم اللي انا تعبت فيه. كنت اشتغلت وعملت روتين بس بصراحة مظلوم في المشاهدة. يا ريت ترجعوا له تاني وتشوفوا لو 3 دقايق منه وتعملي لايك. وما تنسيش تعملي لايك عشان ده اللي بيرفع الفيديو ويخليه يوصل لأكبر عدد من الناس. كده هنبدأ بقى كده روتيننا اليومي العادي خالص كده. هنبدأ بقى زي ما بنقول هندور المكنة بقى من تاني ونبدأ بقى نتشجع كده ونشتغل. ويا ريت لو استفدتي من الفيديو لو بمعلومة واحدة ما تنسيش تعملي لايك، ولو حابة تكتبي كومنت ايجابي. ويا ريت لو تشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك عشان الكل يستفاد. كده بدأت اوريكم غرفة النوم طبعا. طبعا زي ما كنت بقول لكم في كل روتيناتي مهما كنت تعبانة انا بقوم وبرضو بفتح الشباك، بخلي الهواء يدخل كده الغرفة ونغير هواء الغرفة لو حتى مش هنغير فرشة او كده. بس حابة اقول لكم كلمتين مهمين جدا جدا في من خلال الفيديو ده. كنت قلت لكم قبل كده في فيديوهات سابقة انتبهي لصحتك، محدش هينفعك. فعلا محدش هينفعك، وزي ما بنقول تسلم الشدة اللي بينت مين اللي واقف معاكي في وقت شدتك ومين اللي بيتمنى خراب دنيتك. لان فعلا لما بتقعي، يا رب يا رب يا رب ما تقعوا ولا تشوفوا وقعات ولا ربنا يوريكم اي حاجة وحشة فيكم ولا في حبايبكم يا رب. ماشي كده هتكلم معاكم الاول في الروتين وبعد كده هنتكلم بقى في الموضوع اللي حابة اكلمكم فيه. كده نظفت طبعا غرفة النوم. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو 18 دقيقة فما حبيتش يطول عليكم اكتر من كده. وريتكم شكل غرفة النوم واللي انا بعمله. طبعا فتحت الشباك، اول حاجة بعملها بفتح الشباك بحيث ان ادخل طاقة ايجابية كده للمكان، والهواء والطاقة السلبية يطلعوا من الغرفة كده نجدد كده روح المكان. وخلصت الغرفة طبعا بعد ما مسحت الموبيليا. طبعا الناس اللي متابعاني عارفين الروتين بتاعي شكله وخلصت الغرفة كده ودخلت على المطبخ. بدأت اول حاجة بنبدأ بيها الحاجات اللي عايزة تتبل. تبلت كده كبدة معايا. طبعا انا لسه طالعة من تعب وكده مش حابة اجهد نفسي برضو. برضو ان انا نظفت الأوضة تنظيف كويس وكده. فقلت اعمل غدا خفيف احسن ما نسام في الغدا خالص. طبعا وده غصب عني، وانتوا عارفين ان انا بقول لكم عمري ما باجي على بيتي واولادي مهما كنت تعبانة. عفوا. تبلت كده الكبدة قبل كده عملتها معاكم في فيديو مفصل. كده بدق معايا راس كبيرة كده من التوم، لان روح الكبدة التوم بصراحة. توم وليمون. كده دقيت راس من التوم وعليها قطع من الفلفل، ورحت واخده نص الكميه حطاها على الكبده. ومعاها بقى البهارات كمون وكزبره ورشه من الفلفل. ما بحطش طبعا، ولو عندك بهارات كبده وعصره ليمونه ومعلقه من الخل. وقلبتها بقى تقليب كويس. انا مش بحط في الاول ملح على الكبده. ماشي يا حبايبي. ورحت سايباها تتبل بقى براحتها قبل ما اعمل المكرونه. طبعا المكرونه ما فيش اسهل منها. بس طبعا انا كلامي كله لحبايبي المبتدئين البنوتات اللي لسه في اول حياتهم طبعا. كده حطيت حله على النار وحطيت فيها ميه تغلي، ورحت حاطه معلقه كده من الملح ومعلقه من الزيت، ورحت نازله كده بالمكرونه لحد ما بقت 3/4 سوا وصفتها.
وفي نفس الحلة شطفتها وجبت مادة دهنية، ورحت نازلة كده ايه بمعلقة من الصلصة الجاهزة تعزز اللون معايا وتقل الصلصة. ولازم الخطوة ديت لازم عنها انك تبدأي بمعلقة الصلصة علشان تطيري المواد الحافظة اللي في قلب الصلصة. وبعد كده نزلت بالطماطم، وانا مش بحط لها اي بهارات وهي بتتسبك علشان ما تغمقش معايا. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما خلاص اتسبكت كويس رحت نازلة كده بملح وفلفل وتوم باودر. حابة انتي تحطي اي حاجة تانية، ممكن زعتر، ساعات كتير بحط لها ايه زعتر، بس المرة دي انا محطت لهاش ايه زعتر. وبدأت انزل ايه بالمكرونة. وخطوة مهمة في المكرونة، المكرونة يا بنات ما بتتشطفش. المكرونة ما بتتشطفش بحيث ان تلزق عليها كده ايه الصلصة، وما تطلعهاش مستوية قوي لان هتفضل محتفظة بالسخونية. فلازم تطلعيها ايه 3/4 سوا او نص سوا حتى، عشان لما هتسيبيها لحد ما تبرد من غير شطيف هتبصي تلاقيها ايه استوت بزيادة معاكي. طبعا كل كلام الحبايب المبتدئين. ويا ريت لو وصلت معايا لحد هنا يا ست الكل وما عملتيش لايك ما تنسينيش في لايك حلو من ايديكي. حطيت كده على الطاسة على النار ورحت نازلة ايه بنص ايه اللي فاضل معايا من التوم والدقة اللي انا ايه عاملاها للكبدة، اللي هي عبارة عن توم وفلفل فقط لا غير. كده اهوت لان التوابل انا كنت حطاها على الكبدة مش حطاها ايه على التوم كده. وبعد ما شميت الريحة وبدأت تصفر كده معايا التومة رحت نازلة كده ايه بالكبدة وبدأت ايه افرطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اوزعها بحيث انها ما تكونش كلها على بعضها. ومش بقلبها نهائي غير لما بتاخد لون بتغير لونها خالص عشان ما تنزلش مية معايا وفي الاخر تديكي نتيجة مش مرضية خالص. فانا بسيبها لما تغير لونها وابدا ايه اقلبها زي ما انتوا شايفين المادة الدهنية كده ايه ظاهرة بالشكل ده ما نزلتش اي مية معايا. ورحت نازله ايه معايا بقطع كده من الفلفل ورحت حاطه الملح بتاعي وهي ما بتاخدش وقت وخلاص استوت وبقت تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبقول لكم ان انا بقلي بطاطس محمره كمان ايه معاها كده جنب الاكل. ومعايا عصير ليمونه كبيره كده بحطها في الاخر. بقول لكم خلاص انا حط فيها حط في كده ايه عليها. طفيت كده الاول الكبده بتاعتي ايه بالليمون وعطيتها تقليبه وطفيت عليها على طول. شايفين كده ما شاء الله المكرونه شكلها يفتح النفس والكبده شايفين جميله جدا كده. واكله سهله وبسيطه وبرده ايه ما نسيتش اولادي ايه في الاكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتفضلوا بقى ايه معانا. هتستغربوا ان انا حاطه جبنه كمان. حاطه جبنه ليه؟ لان ساعات في ان انا ما بحبش اكل مكرونه مثلا إيه باكل بالعيش فبيكون برضو ايه الجبنه كده جنب الاكل. حبيت بقى اعمل لهم حاجه ايه حلوه كده. انا بقالي فتره طبعا تعبانه إيه ما كنتش بعمل حاجات حلوه او كده. كنت معتمده كل اعتمادي على ايه على الفاكهة. اقول ايه ياكلوا فاكهة من البيت وخلاص كده وخلاص. إيه لما ابقى اقوم بالسلامة ابقى ايه اعمل لهم حاجة حلوة. إيه انا ممكن اكون حتى لو واضح على صوتي ان انا لسه برضو، بس نشكر ربنا على كل حال. انا كنت فين وبقيت فين طبعا انتوا شفتوا الفيديو. نشكر ربنا على كل حال. الف حمد وشكر ليك يا رب. كده معانا المكونات ما كوباية كله بالكوباية المج اللي انتوا شايفينه ده او على حسب الكوباية اللي هتستخدميها يبقى كل المعايير بها. كوباية من السكر كوباية من اللبن كوباية من الزيت ونص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني او اي نوع كاكاو خام نظيف عشان يديكي نتيجة ايه كويسة. وفي بعض الغلطات انا وقعت فيها هقول لكم عليها بأمانة عشان محدش يقع فيها. في ناس تقولك لا ازاي انتي طالعة تقدمي محتوى لازم تقدمي المحتوى بالظبط للناس. ممكن اغشكم عادي واجيب لكم الشكل في النهائي نهائي واو ولا اروع، بس هكون غشتكم في حتة معينة فيبقى حرام عليا انا قدام ربنا اشيل ذنبكم. حطيت كده في الكوب بتاع الهاند بلندر ده حطيت فيه ايه
اول غلطة غلطتها ان انا حطيت الزيت كله مرة واحدة. المفروض تنزلي بالزيت بالتدريج. انا نزلت بالسكر واللبن والزيت مرة واحدة ورحت ضربهم. لا، المفروض تحطي الاول اللبن والسكر وتدوبيهم والكاكاو وتدوبيهم كلك مع بعض، وتنزلي بقى بالزيت سرسوب سرسوب. ماشي. وعلشان اوصل للقوام بتاع الكاكاو ده بدأت ازود زيت، لكن انتي لو بدأتي تنزلي سرسوب سرسوب كده آه مش هتحتاجي اكتر من كوباية الزيت. كده اول تكة معايا. كده بعد ما خلصتهم وضربتهم بقى كويس، وطبعا في الاول شفتوني وانا بقلب الاول بالمعلقة علشان الكاكاو ما يطرش ويبهدل الدنيا. فحبيت امزج الاول كل الخليط مع بعض، وبعد ما ضربته وعطاني القوام اللي انا عايزاه خدت كوبايه كده زي ما شفتوا ودخلتها التلاجة. وبعد كده نزلت ب3 بيضات لان البيض كان صغير. لو بيض كبير معاكي ممكن بيضتين. ونزلت بيهم وكم نقطة من الفانيليا السايلة. لو اللي هي البودر هتحطي على كل بيضة باكت من الفانيليا. وبرضو قلبتهم كده برضو عشان ما فيش حاجة تطير وتبهدل معايا الدنيا. وهضربهم بقى ضرب كويس بحيث ان البيض يختلط بكل المكونات اللي معايا. هعيد تاني المكونات اللي هي سكر ولبن وكاكاو وزيت. وخلوا بالكم من الخطوات، يا ريت تخلوا بالكم من الخطوات علشان ما ترجعوش تقولوا انا عملت كذا او خليت كذا. يعلم ربنا ان انا بقول لكم على اقل تكاية ممكن تقعوا فيها، عشان ما يبقاش حرام انكم تكلفوا الحاجة وفي الاخر ما تظبطش معاكم. تاني تكة بقى اللي هي البيكنج باودر. طلع مش من الاصلي، هو شبه الكيك شيف بس مش مش الاصلي. ومعايا كده كوبايتين من الدقيق والبيكنج باودر وذرة من الملح، ونخلتهم زي ما انتوا شفتوهم كده. ونزلت بقى بالسوائل اللي معايا كده بقلب برضو زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقة الاول علشان ما يطرش عليا الدقيق ويبهدل الدنيا. فلازم تاخدي حذرك في كل حاجة. طبعا هدف كل الفيديوهات ديت اللي احنا بنقدمها ان احنا نفيد بعض، ان احنا نفيد بعض وبأمانة وبأمانة. ممكن كان ممكن قطعت معاكم او قلت لكم في الاخر خالص ان القوام ظبط معايا من اول مرة. ماشي، بس انا بتعامل بأمانة، انا بعامل ربنا قبل ما بعامل العبد. لو وصلت معايا لحد هنا قوليلي انا قلت انا بعامل مين ومش بعامل مين. ما توقعش ان حد وصل معايا للدقيقة 13. كده بوريكم قد كده القوام كويس وزي الفل. ورحت بقى مطلعه المضرب كده لان كله شوكولاته وكده هيبهدل الرخامه. رحت مطلعاه ولما بقى كل اللي حواليا وجبت الصينيه كده متبدره معايا بالكاكاو. طالما بتعملي مثلا كيكة شوكولاتة لازم تبدريها بالكاكاو، لان لو بدرتيها بالدقيق هيطلع مجير معاكي كده وشكلها مش هيبقى كويس. فخلوا بالكم من التكات البسيطة. هي تكات سهلة وبسيطة جدا بس ساعات بتعدي علينا. صدقوني ساعات في ناس بيبقوا اساتذة في الحاجة وعاملينها مرة واتنين وتلاتة وممكن تفشل معاهم في مرة. بس مشوا على المقادير ديت وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مرة. بوريكم كده انا بختبرها كده بعصاية الشيش ديت. لقيتها كويسة وزي الفل كده. بدأت اديها اخرام بعد ما بردت. طبعا احنا مش بنطلعها من الفرن بعد ما بتستوي على طول، لا بنسيبها شوية تمتص حرارة الفرن، عشان لو طلعتيها على طول في الهواء هتهبط منك. فسيبيها تمتص حرارة الفرن وبعد ما تبرد شوية كده تطلعيها. وطبعا اللبن ده بارد معايا عشان ما تعجنش. دي كده الكوباية ديت كوباية صغيرة كده من اللبن وعليها معلقة من السكر. حابة تحليها بعسل ابيض عادي مفيش اي مشكلة. شربتها بقى زي ما انتوا شايفين كده اهوت.
وهسيبها بقى ايه تشرب كل ايه الخليط ده وارجع لها تاني. شايفين ما شاء الله اتشربت وبقت زي الفل، وكان طعمها خطير 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 بأمانة. بتفرق جدا جدا انك تشربيها اللبن ده، بأمانة بتفرق ايه انك تشربيها اللبن ده كده ايه. وجبت بقى الكوباية اللي انا كنت ايه محضراها كده في الاول خالص، وشايفين قد ايه سمك صوص الشوكولاتة روعة روعة بأمانة. وبدأت كده ايه اشربها. اقول لكم بقى ايه على الموضوع. إيه على فكرة فعلا تسلم الشدة اللي بتبين الناس. انا في تعبي ده بين لي ناس كتير كنت فاكراهم انهم اقرب ناس ليا، وان انا لو حصل لي اي شيء هيقفوا معايا. للأسف لأ. وكنت قايله لكم قبل كده، كنت متوقعة لا 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 لا، ما تتوقعيش في اي حاجة ده. بصي إيه ما بصراحة ما تتعشميش في حد من الآخر، يعني خلي عشمك في ربنا سبحانه وتعالى لوحده كده. العشم في البني آدمين زي ما بنقول في الأمثال الشعبية كده، المتغطي بالناس عريان. الناس اتغيرت 180 درجة، لا 360 درجة وأكتر كمان. ما تعرفيش ايه سبب التغيير، بس ربنا كان لازم يعمل موقف كده علشان يفتح عينك كده، وعشان ما تبقيش طيبة زيادة عن اللزوم ايه مع البني ادمين. طبعا الكلام ده انا بقوله لنفسي. ربنا كده فتح عيني على حقيقة ناس ما فكروش حتى يسألوا بمجرد تليفون. وفي ناس سألوا عليا اقول لكم بعدها بثلاث اربع ايام يمكن. مش متخيلة ان الناس دولت بالاخص يعملوا معايا انا كده. بس الحمد لله، نشكر ربنا نشكر ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انه ما يحوجناش. بنتمنى كده من ربنا انه ما يحوجنا لحد، ونفضل واقفين على رجلينا نخدم بيوتنا ونخدم اولادنا، ويدينا الصحة والعافية كده اهم شيء في الدنيا. الصحة والعافية بصراحة يا حبايبي. إيه حبيت اقول لكم الكلمتين دول افضفض معاكم بيهم لانهم كانوا كابسين على نفسي بصراحة. شايفين النتيجة بقى، والصوص نازل عليها كده وسايح حاجة بقى مش قادرة اقول لكم. جربيها وان شاء الله هتدعيلي. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبك ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. بحبكم كتير جدا 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 قد الدنيا بحالها، لانكم فعلا اخواتي وحبايبي وعيلتي التانية. وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. والف الف شكر لكل الناس اللي سألت عليا. سلام يا حبايبي، في رعاية الله، ربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم. سلام.